شو اللي اختلف بين الهلال اللي لعب قدام الشباب وخسر وبين الهلال اللي يفوز بالأربعة اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. ألف ألف مبروك. يعني النتيجة صراحة اليوم كانت ممتازة ومستوى أيضا كان ممتاز. يعني هذا الشيء اللي ريحنا، وكانت عودة صراحة من فريق يعني كان متصدر الدوري وقاعد يقدم مستويات ممتازة. أنا أقول لك يمكن ما في شيء اختلف. يعني تعرف بداية موسم لازم خطوة خطوة، مستحيل تبدأ الموسم بقوة. المباريات اللي راحت حتى مباراة الشبعان انهزم، بس كانت في فرص، لو ترجمت الفرص ما كان يعني قال لك الهلال سيء والهلال غير كذا. اليوم الحمد لله قدرنا نستغل الفرص، كانت هي مشكلتنا في المباريات السابقة والحمد لله على كل حال. بس اللي لاحظ كابتن الفرق بين المباراتين على الأقل من وجهة نظري المتواضعة إن شاء الله، أنه في تنظيم دفاعي كثير في خط الظهر اليوم. يعني منع عماد الحوسني وفكتور من التسجيل، بينما تمكن ناصر الشمراني من هز شباككم نتيجة الأخطاء. أنا أقول لك في تنظيم دفاعي للفريق ككل. يعني لو مثلا الدفاع كان في الفورمة والوسط مو في الفورمة ما راح نأدي أي شيء. لو الهجوم كان في الفورمة والوسط والدفاع مو في الفورمة راح تنهزم. الفريق ككل اليوم بالعكس، من مباراة التعاون ترجع مباراة التعاون الفريق كان منظم دفاعيا، الكل قاعد يؤدي دوره، الحارس والمدافع والوسط والمهاجم، وهذا الشيء اللي خلانا نفرق من مباراة التعاون وهذه المباراة. المباراتين الأولى تعرف لسه الفريق كان يعني صراحة جديد. حتى يعني احنا مثلا زي انا قلت المباراة السابقة حسام الحارثي، يعني حتى انا في الباص عرفت اسمه، يعني كنا في المنتخب وجينا طالع من الاولمبي، تخيل اول مباراة نلعب مع بعض وما نعرف بعض، فشيء طبيعي هذا اللي حصل. كابتن، أعرف أنك لا يعني تفضل أبد تقليب أوراق موضوع احترافك خارجيا، لكن الأمير عبد الرحمن مساعد قالها كاش بصراحة بأنه هناك عرضين من فرنسا، وأنه الفترة الثانية ربما تعبر مباشرة إلى الدوري الفرنسي. هذا الشيء كيف الوضع؟ يعني كيف المفاوضات؟ كيف الامور؟ قال ربما. ها؟ قال ربما مو اكيد. اي بس انه في عروض موجوده. شوف احنا من اول وانا يمكن الكل قاعد الكل يعني كنت حديث الصيف، انت عارف هذا الشيء. وتستاهل. الله يخليك يستاهلك الطيب. فيمكن في ناس يمكن قالوا اسامه يعني يحاول انه يروح كبري، وفي ناس قالت اسامه لا كذاب، وفي ناس قالت مو مرتاح في الرياض. كنت تكلمت قبل كذا مع عندكم قناه رضي بعد مباراه هجر، يعني الكل قاعد يتكلم وقاعد يحدد ويحدد مستقبل. انا يعني اشوف مو من حق اي احد يمكن يحدد مستقبل احد، يعني انه يحدد فلان فين يروح فلان فين يجي. يعني كل واحد له طموح، يعني انا كلاعب لي طموح، اي انسان انت لك طموح، اي انسان له طموح، فمن حقه انه يحقق طموحه، وانا اتمنى اني احقق هذا الطموح. وان شاء الله يعني اتمنى اروح وبمباركه من رئيس نادي الهلال واداره نادي الهلال وجماهير نادي الهلال. يعني المشروع مطروح 100%، ربما في الفتره الثانيه ان نشوف في الدوري الفرنسي مثل ما قال اتكلم الامير عبد الرحمن. يعني ربما لسه يعني 50-50 الموضوع ما كذا، لكن انا كشخصيا اتمنى اني يعني احترف في اوروبا. شيء جميل صراحه. يمكن ما تتمنى انك تحترف في اوروبا. لا، انا اقول انك انت ان بقيت في الهلال فانت مكسب للهلال، وان رحت لفرنسا فانت بالتاكيد ستكون خير سفير للكره السعوديه. ان شاء الله تكون ان شاء الله يعني بيفيد نفسه ويفيد يعني الكره السعوديه، وان شاء الله نفتح باب لزملائنا اللاعبين. يعني الواحد الله وفقه تتجه الانظار اكيد للاعبين السعوديين زي ما حصل في كوريا واليابان قبل 4 سنين تقريبا. بالمناسبه انا ما اقدر احترف في اوروبا لاني ما اتكلم الا لغه عربيه بس. اروح مذيع يعني اي شيء. يلا يعطيك العافيه طبعا.